محمود حمدان الشاعر من محافظة شمال سيناء أبناء رفح. وصلنا تضرر كثير في هذه الأيام. خلعوا أشجار اللوز والزيتون والخوخ والبرتقان والليمون والنخيل وجميع الأشجار اللي قايمة عندنا خلعوها بمشط مساحة حوالي 700 متر أو 800 متر، وتضررنا وهدموا بيوتنا، وإحنا بانيين البيوت وماخذين فيها رخص ومرخصتين لمجلس المدينة، عاملين رخص للبيوت ومعانا كل حاجة. وليش بيجوا اليوم يهدموا بيوتنا ويقلعوا الشجر ويخربوا مكاننا ويدمروا حياتنا؟ الأنفاق بعيدة عن البيوت، إذا بيلاقوا نفق ينسفوا ويشيلوا النفق. إيش دخل البيوت في الأنفاق؟ بعدين إحنا الأنفاق هذه كانت صح مصدر رزق لبعض الناس، لأنه لا عندنا مصانع ولا عندنا شغل ولا عندنا أي مؤسسات نشتغل فيها، ما عندنا غير الفقر. من يوم ما رجعنا لمصر ما شفنا سعادة ولا أي حاجة، كله مشاكل وكلها حياة صعبة. لا عندنا مية شرب، المية اللي بنشربها مالحة، والدكتور ما فيش عندنا، المستشفى فيش فيه دكتور واحد ولا في تخصصات. مرضت رحت العريش أول امبارح معي ولاد أخوي، قعدنا من الساعة 10 للساعة 5 لما رجعنا على البيت. لفينا من عند الشيخ زويد، دخلنا في الجبال جوا، ومن عند الماسورة لفينا في الجبال لعند البحر، ومن عند أبو طويل لفينا لعند البحر، ومن كل مكان لفينا. لا استفدنا من علاج ولا من أي حاجة من التعب المشوار. 7 ساعات واحنا رايحين جايين على العريش كأننا رايحين على مصر، وكلها 45 كيلو، مش مستاهلة. لا عندنا مرافق ولا عندنا حياة ولا عندنا أي شيء. احنا كنا في الاحتلال الإسرائيلي عايشين، اللي بيتدخل في الفدائيين والمشاكل هذه هم اللي بياخذوه، لكن إنسان عايش في حياته ما عليه مشاكل ولا بتدخلوا في أمور حياته. أنت في معيشتك، في شجرك، في بيارتك، في أرضك، في زراعتك، ما حدش بتدخل في أمورك. كل الناس عايشين كويسين، لكن الآن احنا عايشين وقاعدين أجوا قطعوا الشجر ودمروا الأراضي وهدموا البيوت وواقفين لنا كأنه احنا يعني يهود. احنا مسلمين بنقول لا إله إلا الله، لا احنا معهم مرسي ولا ما احنا مع أي حكومة عادلة. أي حكومة بتستولي على قيادة مصر احنا تحت الأوامر وتحت النظام وقابلين بكل شيء، بس ناخذ حقوقنا زي ما علينا واجبات. إلنا حقوق، لازم يجيبوا لنا حقوقنا، لازم يوصلوا لنا مية نشرب منها. احنا بنشرب مية مالحة من آبار كلها أملاح، وكلنا مرضين، عندنا كلى وعندنا أملاح وعندنا مصايب سوداء، مش قادرين نتعالج ولا نروح على دكتور ولا نروح على أي مستشفى. نناشد جميع المسؤولين انهم ينظروا لنا بنظرة عطف وحنان، انه احنا من ابناء مصر الاعزاء لازم يكونوا في صفنا، يوقفوا معانا، يناصرونا، يوقفوا معانا ضد الظلم وضد الفساد وضد الخراب. ما حد رضي بالخراب ولا حد رضي بالدمار. اراضي واشجار قائمه من 50 سنه، من 40 سنه، من 60 سنه، في يوم وليله تتقطع. هذا ظلم، هذا افتراء، هذا حرام يا ناس. والتجول عندنا من الساعه 4 لا بنقدر نطلع ولا ننزل، ومكاننا محصور وظروفنا صعبه جدا، وطرقنا كلها رمليه وكلها مطبات. لا عندنا طرق معبده ولا عندنا تلفون ولا عندنا ارسال ولا عندنا جوال. فيش غير التلفون الارضي، مره بيجيبه مره بيخيب، والجوال ما بيجيبش عندنا. في الشبكه الجوال ولا تغطيه خالص عندنا بالمره هذه والامور هذه. لا فودافون ولا موبينيل ولا اي حاجه بيجي عندنا. منطقه العود ما بيجي فيها شبكه، قطعوا عنها الشبكه. كانت قبل 4-5 سنوات تجينا شبكه، الان قطعوا عنا الشبكه، ما فيش عندنا اتصال. اللي بمرض بموت وهو قاعد في بيته. ولا عندنا اي ادارات ولا عندنا اي قسم شرطه، ما عندناش قسم شرطه من يوم ثوره 25 يناير لليوم. ما فيش عندنا قسم شرطه. ناس ماشيه في الشارع ما بتعرفش انه في منها تجول، ضربوه في سيارته ورايح يودي ابنه على الدكتور. شالوا الرجال ودفنوه في المقبره على طول، لا عالج ما ابنه ولا صار له اي حاجه. ايش هذا؟ احنا مسلمين بنقول لا اله الا الله موحدين الله، اذكرونا بالخير يا ناس. بدنا امن وبدنا امان وبدنا نقدر نعيش في امان واطمئنان. الطرق كلها مسكره، نيجي بدنا نروح على نشتري اي حاجه لازم نروح نلف من المزارع ومن الشوارع الفرعيه، بدل ما نروح في ربع ساعه بنروح في ساعه ونص. لا انا بدي في دوله مصر توفر لي الحاجات هذه كلها. كنا في اسرائيل عايشين في رغد ومحترمين وكويسين، ما فيش اي مشاكل. كنا في اسرائيل عايشين في رغد ومحترمين وكويسين، ما فيش اي مشاكل. لا انا بدي مع مصر اكون مع مصر في دولتي معزز مكرم، متوفر له كل حاجه من خدمات وخدمات طبيه ومدارس. المدارس بيسافروا لها الاولاد 2 كيلو 3 كيلو المدرسه، وراضيين بالغلب هذا.